السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده في فيديو جديد جاي لكم بفكره جديده. هنعيد تدوير العلب دي بتاعه عين نسكافيه. تكون يا جماعه ظهرها بالشكل ده، يكون ابيض، وهنجيبه اي ستيكر عندنا او لزق سلوتيب زي الشكل ده لزق سلوتيب ما كانش متوفر عندي ستيكر، فلزقت عليه لزق سلوتيب الوان كده. شكله جميل جدا جدا جدا، وفي الوان منه كتير وهوريكم الوانه دلوقتي. هنلزق نغطي الجزء اللي هو معمول عليه الشكل ده، اللي هي الكتابة. هنغطيه كله باللزق او بالستيكر. في ستيكر كده يا جماعة اشكال رمضان، شكله جميل جدا ومش غالي، بس الصراحة حبيت ان اللزق ده الستيكر ده هيدي منظر شكله احلى، فجربوه. حتى تخلوا شقتكم جميلة جدا. لما اولادك بقى كده حواليك بمناسبة رمضان انه داخل علينا، هنعمل الفكرة ديت وهتزيني بيتك بحاجة كنت بترميها. الكراتين ديت بتاعة النسكافيه، بتاعة الحاجات المعلبة كلها، بتاعة الشوكولاتة، اي حاجة، اي كرتونة عندك بالشكل ده. هي بتكون خفيفة. بتاعة الجاتو، يعني علب الجاتو او الحاجات ديت، بيبقى الكرتونة برضو بتاعتها بالشكل ده. وانا عملت لكم برضو اعادة تدوير بعلب الجاتو السنة اللي فاتت، وبواقي قماش الخيامية، وكانت فكرة جميلة جدا، وعملنا زينة جميلة جدا جدا جدا. وهسيب لكم كل الفيديوهات بتاعة رمضان في صندوق الوصف. وبالشكل ده بقى كده غلفت العلبة الكرتونة، وهجيب بقى اشكال اي شكل عندك. مش شكل معين. دي كانت ستيكر عندي، دي شكل نجمة، وده شكل فانوس، نص فانوس كده، فلقيته عندي فقلت اعمل منه اشكال. شكله جميل جدا، وده منظر شكله جميل جدا. هنحدد بقى الاشكال اللي احنا عايزينها بالشكل ده وبالطريقة ديت. شكلها جميل جدا، بصوا الشكل. وهنجيب اي برطمان عندنا ونعمل هلالات. عملت 4 هلالات لازقين في بعض كده، وهوريكم دلوقتي هنقصهم ازاي. هنقصهم بطريقة سهلة جدا. لزقتهم كده في قلب بعض، بصوا الشكل. هلزقهم بقى كده واقصهم بالراحة جدا. هعمل 4 مع بعض يا جماعة. هنقصهم بقى بالشكل ده. شكلهم جمال قوي، وفكرة بسيطة جدا من حاجات كنا بنرميها مش هنرميها تاني. وهنعمل ديكور جميل جدا بمناسبة رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وربنا ما يقطع لنا عادة ان شاء الله، ولا يحرمكم مني ولا يحرمني منكم. يلا يا جماعة. دي انا عارفة ان دي كلمة رامز جلال، بس حبيت اقولها لكم. هنقصه كده بالشكل ده. بصوا الشكل جميل جدا، والستيكر ده اصلا فيه منه الوان زي ما قلت. الوانه جميلة جدا جدا جدا، وبيدي منظر شكله جميل جدا. وهنعمل ديكور جميل جدا ان شاء الله. هوريكم برضو انا زينت، انزل فيديو ازاي زينت شقتنا، و بافكار جميله جدا وحاجات حلوه جدا، وكلها حاجات احنا عاملينها على القناه. وزي ما قلت لكم هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف او في اول تعليق، الرابط بتاع كل فيديوهات رمضان. ودي بصوا كده شكل الالوان بتاعت اللزق ديت. انا بقى كنت عامله قبل الفيديو نجوم وحاجات من ديت، كنت دمجه الالوان دي كلها مع بعض. وكان متوفر عندي ستيكر كمان، استخدمته. بواقي ستيكر، بواقي فوم جليتر، اي حاجه اي حاجه متوفره عندك بواقي استخدميها في الفكره دي، جميله جدا. وبالشكل ده بقى كده هنحدد الفانوس. شكله جميل قوي وكيوت قوي في نفسه كده، وكان مدي منظر جميل جدا للديكور. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد لو اول مرة تشوفوا القناة. انا بقول لكم اهو. وده كانت في زينة رمضان، فانا قطعتها كده، عجبتني شكل النجمة ديت، فقلت احددها كده واعمل منها. كان شكلها روعة وشكلها حلو قوي اصلا. يعني هي انت حتى لو جبتوها من قماش من الاستيكر بتاع الخيامية وقصتوها، يبقى تدي منظر شكله جميل جدا بالشكل ده. بقى كده قصتها يا جماعة. بصوا انتوا لو حتى ما عندكوش النجمة دي، ممكن تعملوا مربعين متقاطعين مع بعض. هي يعني انا لاحظت ان هي بتبقى مربعين. بصوا الشكل بقى، الاشكال اللي انا كنت عاملاها قبل الفيديو. بصوا كنت دامجة الالوان ازاي. كنت عاملة برضو 4 هلالات كبار، و4 هلالات صغيرين، و4 فوانيس، وشكلين من النجمة ديت. وبالشكل ده بقى كده حطيتها على الارض،
وعملتها وجبت حبال بالشكل ده يا جماعة، وهحطها كده بالشكل ده، هتدي منظر شكله جميل جدا. ممكن انتوا ترتبوا بقى على نفس الترتيب ده، او بترتيب تاني انتوا تكونوا حابينه. بصوا الشكل شكله جميل قوي، وانا حبيت الديكور جدا. بصوا بقى هنلزق ازاي. هنجيب الخيط ونحطه على اول نجمة، على بوز النجمة من فوق، وهنفضل بقى نلزق كده، ونحاول ان احنا المسافات بتكون متساوية ما بين النجمة والنجمة او الهلال والهلال. هتدي منظر شكله جميل جدا. ولزقتها بالشكل ده. حطيت نقطة شمع ولزقت على الخيط ده. خيط كده كان عندي توفر عندي، ربطته من الناحيتين عشان ما يفلش او يبرم كده. فكملت بقى يا جماعة بالشكل ده كل الاشكال. بصوا بقى حطيناها ازاي. عملت النجوم اهيت، هحط برضو النجمة الاخيرة اهيت. بصوا شكله جميل جدا، وهتشوفوا منظره في الاخر خرافة. لمي بقى اولادك كده حواليكي واعملوه، هتزينوا بيتك باقل التكاليف وبحاجة بسيطة جدا، وحاجات كنت بترميها. وبالشكل ده بقى كده عملت الهلال اهوت. بصوا الهلالين جنب قبل بعض، وعملت فوق كمان هلال. يعني ايه، حطيت كده فرع نجوم فرع هلال. وانتوا واخدين بالكم يا جماعة شكله جميل جدا. وقبل الهلال عملت نجوم، انتوا فاهمين. فانا بقى رتبتهم كده الترتيب ده. انتوا لو حابين ترتبوه غير كده انتوا ذوقكم بقى، وانتوا واللي انتوا الشكل اللي انتوا حابينه على حسب كمان الاشكال اللي انتوا هتعملوها. يعني انتوا ممكن، انا عملت هلالات وفوانيس ونجوم، انتوا ممكن تعملوا اشكال تانية اكتر. فعلى حسب الاشكال اللي انتوا هتعملوها هتديكي منظر شكله جميل جدا. يعني انا شفتها يا جماعة على النت ان بيقولوا ان دي ستارة، فانا شفت الشكل ده فقلت اعمله طالما متوفر عندي الحاجة، فاعملها بدل ما اشتريها. وكانت فكرة جميلة جدا، وعلقتها كانت روعة، ادت منظر جميل جدا. وبالشكل ده كده هكمل كل الاشكال بنفس الطريقة، بس نحاول يا جماعة نظبط المسافات تكون متساوية زي ما قلت، وما نطلعش لفوق وننزل كده، هيبقى منظره مش حلو. نظبط المسافات نظبط الاشكال. وبالشكل ده بقى كده عملتها ولزقتها، كان شكلها جميل جدا. هنقص بقى الخيوط الزيادة ديت بالشكل ده اهيت، قصتها اهيت. وهنقلب اول نجمة كده على ظهرها، اول نجمة من فوق هنقلبها على ظهرها، وهنجيب حبل يوصل النجوم دي كلها ببعضها بالشكل ده، وهنلزقه على اول نجمة وهي مقلوبة، عشان لما تتعدل يكون كله متساوي مع بعضه. فاهمين؟ يعني ده على وشه، فهنقلب اول نجمة عشان نحطه الخيط على ظهرها. فهمتوا يا جماعة؟ شكلها جميل جدا. بصوا الشكل، ولما تلاقوها بقى متعلقة تشوفوها في اخر الفيديو متعلقة شكلها خرافة. بس بقى ما تنسوش بقى اللايك، وتشيروا الفيديو لاصحابكم عشان يعملوا الفكرة ديت ويستفادوا برضو وما يشتروهاش، لان هي سمعت ان هي غالية وكده، فاحنا نعملها احسن، فهتكون رخيصة يعني مش غالية، ومش هتكلفنا حاجات كتير. يعني بكرة اللزق ديت حوالي 2 جنيه وبس. ده شكلها جميل جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتشيروا الفيديو. ويلا مع السلامة، واشوفكم في فيديو جديد وفكرة جديدة على قناتكم نونا وبس.